ازيكم يا حبايب قلبي. بصوا بقى، احنا النهارده يوم التلات، فقلنا ايه في يوم التلات بيطلع لكم، يوم التلات بيطلع لكم بايه؟ باكله، صح كده؟ ايه باللايف. يوم التلات بيطلع لكم باكله يعني في اللايف. النهارده التلات، فكان عندنا المكرونه والبانيه. والبانيه. مكرونه وقلنا ناكل الشرايح. المكرونه البانيه، معلش عشان لسه صح. وقلنا ناكل المكرونه والبانيه ماشي في الفيديو. قول يا حاج. وان شاء الله باذن الله بالليل اعمل لكم بقى اكله حلوه في اللايف، ناكل مع بعض في اللايف. البانيه هو يا ولاد سخنته، بس سمير بقى في الدرس والعيال عايزه تروح الدرس، فايه قلت بسرعه كده اسخن لهم. مش عارفه ليه عمل حلقات سودا كده، بس هو البانيه لما بيتسخن بيطرى، هي دي حاجه يعني فيه لما بيتسخن بيطرى. يا رب سمير يجي دلوقتي ناكل معانا. بس كده هنحط كمان ايه البطاطس دي كمان معانا. البطاطس دي بتاعت امبارح، النبي العيال ما كلوا، بس العيال ما كلتش. قلنا نصور لكم على عائله، وبالليل بقى نطلع اللايف نعمل لكم اكله حلوه بالليل، بنحة وحاجات. يلا كده يا حبايب قلبي، انا حطيت لنا المكرونه اهو البانيه، ومش جبتش الشطه الله يسامحك. جابالي بابيكا. معلش يلا شطور. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على الله سيدنا عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله على النبي صلى الله وصلى عليه على النبي. فيديو جديد يا رب يعجبكم. قبل ما نبدا ندعي لاخواتنا واهلنا ربنا يقويهم وينصرهم، امين يا رب العالمين. وكل الدول العربيه يا رب تعيش في امان وسلام، وربنا يحفظ مصر ويحميها. امين يا رب العالمين. ربنا يديكم ويرضيكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب، خلي لكم ورقكم وتفرحوا بهم وتشوفوا احسن الناس. امين يا رب. حد يلاقي صوتي يجيب لي صوتي. يلا ابدأوا يا ولاد، يلا قرب بقى على الاكل عشان ما تدوش قربوا عشان هدومكم. ها انا قلت لكم بقى براحتكم. سمير في الدرس، سمير في الدرس اللي عايز يعيش اهو. كل هو ومشي. خليه الشطه بقى عشان نقلب، ما جبناش معلقه نقلب بيها. ماشي فين الشطه؟ انا جبتها عندك اهي. تحت. معلقه اهي. قلب وهيت. طب هاتي مع الشطه الاول عشان اقلب. فين هي؟ تحت اهي. تتبهدل. اوعى تبهدله. لا بقول ده لك ايه، استنى أجيب لك. بقك في قلب الطبق. استنى اجيب لك حاجه تحطها عشان انت ايه. عشان ده رايحين الدروس. هم سيف. هو سيف. انا دلوقتي اصلا انا كده مش حاطه. ايه ده؟ استنى بابا هيجيب لك اهو. ماما نعم. اغسلي جاكيت المدرسة، ولما اقولك توسخ من ايه بقى اقولك على فكرة. حاضر. انت ده كله ما جبتش حاجه يا احمد؟ هتلاقي فوطة كده فوق السمير عشان نشوف. خلاص يا بابا تعالى. انا هخلي باله بقى. انا حطيت الفوق كلها في الغسيل. باخد شعري بايه؟ انا حطيت الفوق كلها بقى. قرب يا ياسين. بسم الله. اعمل بس كده بالبخاخة. اعدلي نفسك انت يا سلمى عشان هات يا احمد شط. لسه ما حطيتش عندي. خلي بالك عشان البت السلية جنبك. مش هحط لك كتير عشان زورك، المفروض ما تحطيش بس كفايه. هات حبه كده. يوم خلاص زورك أهو. انت اصلا مش عارفة تكتب. خلاص بقى انا مش مخطر اهو عندي والله برضه. يلا سيبنا صغيرة. همشي العيلة كلها بطل الشطة. الشطة ليه ياسين؟ انت كنت بتلعب؟ انت لو لقيتي اندومي في قلبي جوه كده نار بياكل طالعه الاندومي دوت هتاكليه. لونه احمر. عايزين كمان عندهم. انا هلفت بلما النهارده هيعمل. ومعاه هو ايه اي فلوس معانا بقى نجري نجيب اندومي؟ مش هتجيب مش انا قلت هتاكله له مش هتاكله. والله العظيم. ده شفت الدكتور قال امبارح، قال ايه؟ هوريهولك لما اخلص. قال ايه؟ لا قولي لا قال ايه برضه ما تنسي الناس. قال ايه؟ قال بيوجع القلب وبيوجع الكلى. وكمان
مصطنع من ده الدود. غلط. لو ده بيقولك لو كلته 3 مرات في الاسبوع ده فيها دمار صحتك يا كلها. دين ثانية وكمان مصطنع من الدود. والله شفنا فيديو على النت كان بيقول مصطنع من الدود. يا عم اي حاجه مصنعه فيها مواد صناعيه ومواد حافظه ما بتبقاش احسن حاجه. طب ليه تاكل اندومي ليه؟ ما انت قدامك لازم مكرونه زي كده. يعملوهولنا في البيت. في برضه اندومي بيتعمل في ماشي، البيت. اجيب لكم المكنه تحته. او كمان اسمها لكم أندومي. او كمان في وقت كده بيقول ازاي التوابل بتاعت الاندومي يكون حلوه. اجيبهولك. ولو فاكر زمان كان فيها اللي هو زيت النخيل دوت منعوه عشان الزيت ده قال لك غلط. ممنوع ايه؟ ما اساس جاب الاندومي الكوري لا عند عم فاطمه ولقوا الزيت ده راحوا ما حطوهوش راحوا في مسكوه العلبه، بس في العلبه. في العلب؟ احنا ما بنجيبش علب. جبناها بقى عندي. بس تسلم احمد البني باكل. المكرونه دي كل ما تقعد تحلى. جميله قبل حاجه كل حاجه جميله. البطاطس دي مقرورة عليها قوي. البطاطس دي بلاجي. المعلم ياسين اللي عاملها المره دي ما حدش كلها، كان ياسين بيعملها صراحه ربنا ساعه رمضان. رمضان اه ده انا اعملها من ايوه انت كنت بتعملها ساعه رمضان اللي هي التخينه، انت مرفع دي شويه. انا فعلتها التانية. رمضان كنت بتعملها كان بيعملها تخينه وحلوه، كان ساعة بتتاكل. السحور هو اللي بيقطعها ما هي اللي بتقطعها. ولما بعملها تخينة بيقول لي تخينة، ولما بعملها رفيعة يقول لي رفيعة. المساحة دي الناس شفت فيديو على النت الوسط بيقول- حلوه يا معلم ياسين. فاكرة لما ياسين ساب الزيت كتير على النار شفت فيديو على النت بيقول ممنوع لصحتك واوعى تحط الاكل في الزيت ده، حطه على طول في الحدود عشان اللي كلته ممكن يضرك. مم. في ناس بقى ممكن تسيبها عادي وتحط الاكل وتاكله. هتقول انت بقى عشان تكبري. اقعدي رجلك توجعك، اقعدي. الاكل اصلا ملوش حاجه غير الكبر. النوم هو اللي بيكبر. أمي يعني الأندومي يبقى مجل والحكومة لسه سايباه. ماله الحكومة من وزارة الصحة. كنت لسه أقول لك وزارة الصحة سايباه. بص يا حبيبي اي حاجه كترتها غلط. كترتها اللحمة مش حلوة. مضر اهو دلوقتي، مش اللحمه حلوه؟ بس كترتها غلط. مش اللحمه أنا حلوه؟ كلتهاش كتير. ياسين رد عليا، مش اللحمه حلوه؟ يا سلام، مفيهاش انت ضرر. لسه جايب واحد امبارح. ثانيه في الريد واحده امبارح ياسين اسمع بس، مش اللحمه حلوه؟ اقعد كمل اكلك لسه بدري على الدرس. يلا يلا يا سيف اقعد. لسه بدري على الدرس. مش اللحمه حلوه يا حبيبي؟ قرب هنا كده بس وريني وشك للناس. كترتها كتير بتعمل نقرس. يعني ايه نقرس ده بيوجع رجل، بيخلي كعب رجلك ما بتطوش. ايوه عبارة عليك عن بقى توجعني. البطيخ مش حلو، الترمس مش حلو، بس كترته. انا مش بحب التلمس كتير. قلت له انا مش عارف الرجل. ماشي، طب ما تيجي اهو الدنيا فاضيه جنبك. الترمس الكتير يعمل امساك. لا ايه البطيخ اللي كده؟ لا البطيخ لا. البطيخ بالذات ممكن اكله الشطه كتير قوي بتسرع ضربات القلب. اتفرج على القلب. خد قلبك يدق بسرعه. مين اللي بيخلي قلبي يبقى مش كده؟ الشطه كتير. شطة. بابا انت صممت دكتور احمد حمكشة. هتمش. ثانية ده بابا لا وسمير. مش غلط والله. اي بابا انت وسمير كنت زمان كنتوا بنحط بتجيبوا علبة كتير. الشطة دلوقتي وتحطوها. لسه بدري. ايه ده؟ ولسه بدري قوي كده، بابا ننزل رجلك خالص حتى جنبي. الرز اللي نحط عليه ملوخية كلهم بقى. نحط عليه شطة انت بتحطه. حبة صغيرة. كل حبة صغيرة. رز نشويات، كثرة النشويات برضك مش حلوة، مش محبوبة. عشان كده احنا بنخلط الأكل، مش مرة بناكل فول، مرة بناكل بطاطس، مرة بناكل مكرونة، مرة بناكل قال رز. لي بناكله كتير ومش هتعبنا. اللبن والتمر. بس برضك في حالات. ولا بنطعم. يعني اللي عنده سكر ما ياكلش تمر. والمية بنشربها كتير. ايوه المية كده كده مفيدة، دي بتغسل. انت متخيل مثلا دمك في حاجة زي ايه؟ الأسئلة غريبة يا سيدي. سموم مكان الاكل، السموم دي يعني ايه؟ مش كل السموم اللي هي لا قدر الله بتعمل مشاكل. خد مية. نسبة. المية بتخففها. خد مية. تخففها ازاي؟
بتخلي تركيزها في الدم مش كتير. عارف هم يتبادلوا. انت ما انا بقى الاكل طيب. ها ست بقى يتبهدل. اي حاجة تتبهدل تستر ولا انا بلعت حته من دي كبيره نسيتها. هم لابسين هدوم عشان يخلصوا اكل على طول ويروحوا على الدرس. عشان 4 وانا 3. طب ده لسه بدري وانت بدري. بس انت عارف ان الفيلم يحب ينزل. لازم يحب يروح الساعة بنص ساعة أو بساعة. لا، مش يحب كده. يقعد هناك. يبقى لسه بدري وهو عارف. قولي بس انا مش هلحق. لا أنا عايزة انا بنزل مناخير. متأخر اصلا. لا اللي انت كنت نايم بتنزل متأخر، بس اللي صاحي تقلب الدنيا عشان تروح بدري. مش بحب مش احبط. عارفه ايه اسمة الام مناديل اللي احنا فيها دي. أنا راح أتغدى أتغدى نص نص ساعة. ساعة. 10 دقايق في الطريق، 10 دقايق استنى انت قعدت واخر 10 دقايق الناس بتبدا بدري. سبالك كله وانت قعدت بس مكلتش. مع اني اقول كان عمال يقول جعان سيب. لو وش هدومك لسه لابسه التيشيرت. أول حاجة بس وبص على كمك، بص على كمك. انا عاوز اعرف انت اكلت ايه يا سيدي. لا انا عاوز اعرف انت اكلت ايه. من المكرونة. فين المكرونه اللي انت اكلتها؟ اهي. ما بياكل. انت خايف تاكل صح؟ خايف تاكل. اجيب لك حاجه تحطها وتاكل. بص عامله ازاي عامله ازاي. حط ايدك كده. لا أهي. بص اصل المعلم لسه واكل سندوتشات دلوقتي واحنا مستنيين سلمى لسه واكل سندوتشات. غلاش خالص. يا نهار ابيض يا ياسين، ما اكلتش السندوتشات ليه؟ ماما هم طلبوني في المدرسة. بابا طلبوني. بدل مرة لسه بتمتحن، فبابا ملقاش مكان يقف فيه في المدرسة وطلع برا على الشارع. راح طلبوني عشان انزل لبابا. كنا خلاص نمتحن. نزلت لبابا. راح المس عليا قالت لي انزلي. بابا فلية. مش فاكرة. مس علي. فلية تطبخ. مسا عليا. بصي يا ياسمين بنت. رحت ايه بقى بابا واقف برا. نزلت ما لقيتش حد فطلعت تاني ميت. طب قالت لي طب اقعدي معايا عبال ما حد يطلبك تاني تبقي تنزلي. قعدت معاها هي اساسا قالت لي مش هطلبها. قعدت هي معاها قالت لي ده بتمتحن ثانية. ما قعدت معاها وهتطلع 1:30. ثانية. قعدت معاها حبة فالميس ده خلاص. فقعدت معاها تاني عمال يرن مش عايز يجيبني لحد مين اللي بيرن؟ التليفون عشان يعني التليفون بيرن عشان حد. بتطلبي يا فريال من تحت من عند الدور من عند عندنا المطبخ عندنا بتاعهم تكنولوجيا مش عندنا. بيطلبوهم. عمال دي يرن. خاصة. عمال قلت له انا يرن. عاوزه فلان. عاوزه فلان بتنزلوا لي. فرحت لها انا عاوز سلمى احمد. قالت لا لسه بتمتحن. بكام؟ قلت لها تاني. قالت لا بتمتحن. معينين هم على ولا مش هتطلع بدري النهارده؟ بس يا سيف. لا يا بابا يا مش بابا. ثانية. قلت له مش هتطلع بدري. قالت لا 1:30. فالعيال تعالوا نقعد هنا. قال لك لا هنقعد بره. قعدنا بره والساعة 1:15 دخلنا. لقينا واقفين مستنيين سلمى في الاخر. ايوه انا نزلت من وطلعت. الساعة بقى 1:15 دي انا نزلت تحت اشوفك ولا لا. لما دخلت الحمام من الاول من زي ما انا قلت لسه عليا وعليا مش فاكرة. راحت نزلت اشوفك. جيت شفتك وانا واقفة على السلم فنزلت قلت لك. رحت الميس قالت لي طب يا خلاص يا سلمى انزلي دلوقتي. رحت شفتك عشان ده احنا المفروض عمالين نبص عليك من بدري. مالك بتبص كده ليه؟ شفت زميلتك عامله ضفيرتين مش عارف اسمها ايه اللي انت بتلعبي معاها. روضة. هي ولا مش هي؟ عماله اشبه عليها. هي مش هي. قول لي يا سندي زميلة طب سلمى. الشنطة بتاعتها لونها مش عارف. يا لا طب روز بامبا كده فاتح. هي انا عمال اشبه عليها. هي عاوز اسالها عليكي. هي مش عارف. روضة عشان هما لا ثانية يا بابا انا نزلت اصلا من قبليه ما عديناش عليك. هم طب وانت ما طلعتيش ليه؟ ما بقف استناكي بره. عايزين نستلك ما- السلمى في البوس.
هو هيودينا على احنا بندفع كل يوم بس مواصلات 200 جنيه بس. ثانية يا ماما. اكتر والله اسكت. اكتر من 200 جنيه ماما والله العظيم كل يوم. روضة قالت لي السعر اللي بتاع الباص بتاعهم. المشكله هيودينا الناحيه التانيه. ايوه المشكلة كام؟ قالت لي 500 وحاجة. ما هو ده حلو. الباص الأول 3000 وحاجه السنه كلها. 3000. 3000 ومش عارف 400 ولا 600 حاجه زي كده. لما اكيد غلوها ابو. بيقول لا هي قلت وعلى لها فكره 3000 حلو. دلوقتي قالت لهم في لا. السنة ما انت لو حسبتها لو بتطلع مثلا كل يا ابني غلوها بس ايه يعني المشكله؟ احسن من 200 جنيه كل يوم. لا واحد لازم 250 امان. لا امان الباص امان الباص مش كل المدرسه. يوم. ازاي مش كل يوم؟ ما لا امتحانات. يوم على الأقل هندفع أيام لهم الامتحانات. على الأقل هندفع لهم فلوس وهيفضلوا كده يودونا. يعني في الأسبوع 1000 جنيه. 1000 جنيه في الاسبوع. غير بقى السندوتشات الجبنه واللانشو. اللانشو لوحده ب 90 جنيه ولا ب 1000 80. ونص مثلا. ها؟ ثانية بس والجبنه لا، ده هو الرومي أسبوع المدرسة. والفينو والمصاريف. ده كده بس عشان تروحوا المدرسه، مش حال بقى الدروس والكلام ده. مش حاسين بحاجه. ماما على فكرة لما بينادوا كل واحد منكم ياخد 10 جنيه وهو واخد حاجته يقول لي لا انا كبير عاوز 20 جنيه. ولا هات ازاز ميه. مثلا بس على فكرة طب انا محضر حاجة. وانا عاوز ايس محضرتش كريم. اي حاجة. ايس كريم ها. ايس كريم. سيف شفت هو بياكل مع اني إزاي؟ معاك الساعه 4 لسه. هاخد. يعني فاضل لك بتاع ساعتين. محضر حاجة واغسل شعري بالشامبو. الحمد لله. صح انت جبتي؟ انا كان شايل نفس المكرونه وانا قاعد والله العظيم. بس اول ما دقت اول المعلقه انت بس معنا ده ما جابوه من لا مش النهارده. ايه ده؟ مش انا جبت ده مش النهارده. امبارح طب انا عايز زيه. احنا ايه برافو إيه؟ امبارح مرتين جابوا. امبارح بيقول لي ايه هات اجيب ايس كريم فقلت له 10 جنيه. فقول لي لا ده الواحده ب 10 جنيه. قلت له يا ابني لا ده ايس كريم ده عنده بجنيه. فبقول لي لا الواحده ب 10 جنيه. قلت له لا اذا جبت ب 5 حسابها جنيه. بقلم موسيقى بس كان طعمها حلو. اذا حطها بقى. لا ده موتوسيكل كده وعامل ثلاجه. موتوسيكل بثلاجه بايه عايز عامل فيها ايس كريم. بيجي قبل ميعاد المدرسه ويروح جاي واقف. بيجي على الساعة 12 بالظبط عشان احنا دخلنا الحوار ده. السلم بتاعه كده لا كانت واحده احنا رايحين عند سلمى واحده ولا 10. يبقى السلم بتاعه كده حديد. احنا ماشيين من عند سيف الساعه 12 وحاجه. يبقى السلم بتاعه انت حديد. بقى جيت لي الساعة 12 وربع دقايق رحنا عند سيف 12 وربع. خدنا سيف 12 وربع في وقتها عشان نزلت بقى على طول. ماشي وعلى ما ركبنا واتمشينا حته شويه وركبنا دكتور ورحنا عند مدرسه سلمى. والبندي. هي مش 12 ده هو جاي بعد ما احنا وقفنا على طول. بابا ثانية بس بابا سمير لما يجي من الدرس بقى يبقى يحط لي. السلم بتاعه سمير غالبا سخن شويه مكرونه هو بيمشي. السلم بتاعه صحى حديد. من بدري. السلم بتاعه حديد. ما قال انا هسخن مكرونه قلت له سخن. احسن لما ياكل من اكل البيت احسن ما ياكل من الاندومي والكلام الفاضي ده. السلم بتاعه حديد. لسه بدري يا ياسين لسه بدري يا ياسين الساعه لسه ما جاتش 3. الساعة كام يا ياسين؟ بابا 3 إلا عشان 10. تطلع بقى عشان 3 تاخد إلا 10 الاتنين. كام دلوقتي؟ 3 دقيقتين. طب ماشي لسه بدري انت قدامك ساعه. هنروح بقى نقول مكتوب 3. ما احمد وانت تزن لسه على بدري. دماغهم ليه؟ ما لسه لسه بدري. بيروح يقعد هناك نص ساعة لا ويقوم مستحيل من عشان لسه حياته. بدري هم بيقولوا لك انا جعانين فلو كلوا لو كلوا دلوقتي مش عارف اكل تاني. 10 دقايق في الطريق و10 دقايق استنى هناك وهي مش بتبدأ بدري 10 دقايق بس. لازم بس 10 دقايق. يا أم ده بيروح بعدها قبلها بنص ساعة. بيروح يقف لوحده المس نسيت شكلك بتاع القلوب نسيت ذات مش هتدخلك تاني. لا أو لحد النحس بقى الصيف جاي يروح الساعة 5. اليوم ده يروحوا وبدروا الدرس. ما حظك شفتش ايه؟ الواتس ليه؟ قليل البخت. نعم هو مش الساعة تعالي 5. قطه رحتي هو فين؟ الساعة 2. قطه تعالي طب ما أنت عارف الساعة 2 تعالي. انت كده 5 خلاص. عايزين لها نجيب لها واحده شغاله. ما هعمل لها نحط لها حجاره جديده ولا دي ما بتطلعش صوت. واحده عربيه شغاله، العربيه دي مش بتمشي بالعافيه وعجلها معوج. خدت من فاطمه المشايه بتاعت سليم اللي هي بيركبوا فيها بيمشوا. لا انا الهم من صوتها مش حلوه. امي هي حلوه بس محتاجه قعدت كده تقولي لي حاجة جديد هي جديده بس العيال شكل جديد كسرنا. بس اهم شيء هي مش جديده شغالة. لانجه هي والله بصراحة. العظيم. شكلها حلو كده بس محتاجه حبه الالعاب اللي فيها كهرباء. مش شغاله. اهي بصوا الألعاب شكلها اللي- جديد. مسكوا من الالعاب تشتغل بس شكلها جديد. بس ايه نور كده يا سيف نور ما اوريهم. بصوا بس قصيره تعوج رجليها عشان واقفه على طول. بصوا واقفه ازاي المفروض تقعد هي مش فاضيه. فتقوس رجليها عشان ما ينفعش تقف دلوقتي خالص بالوقف بالطريقه دي. وتيجي تقعد الكرسي نازل
قلت لاحمد لا نجيب لها واحده جديده يعني. العجل بتاع العربيه دي بيتخلع لوحده وبيتني كده وهي ماشيه بيروح المكان متني اللي- كده، العجل يروح متني المكان اللي هو فيه العجل. وسع وسع، فبيخش بتاع اه. جوه. وفي واحده المسمار اللي ماسك العجله متني. خلاص. حاولت اعدله امبارح بس خفت اللي يكسر البتاع نفسها. بص واقفه عامله ازاي، فواقفه على رجلها، فرجلها قلت له لا بقول لك كده رجلها تتقوس كده لما تكبر قدر الله رجلها تبقى مقوسه، فلازم بقى نجيب لها ان شاء الله واحده غير. عشان مش عارفه مستوياها ازاي كده. عليتها اعلى حاجه بس هي وافيه عشان البتاع هي فيها العجل مغير. مش العجل. مش العجل بس كمان البتاع اللي هي بتاعت اللي بتعلم التوصي. عشان ندى بتقول لك احمد كان بيقعد عليها بيلعب عليها، لا ما هي عشان الواد عشان ده خلاها كده. ريحت ما. هو كان بيقعد يلعب عليها. عشان كده ريحت مش راضيه تتعب. لا بتاعت سلمى كان سيب بيركب عليها. خلاص يا صغنن، رحت فين يا صغنن؟ ماشي يا حبيبي خد بالك وانت ماشي. ايوه لسه صاحيه والله يا ولاد. ايوه قطه. غزال. سيبها سيليا بص ازاي. ايه تعالي يا ام. روحي يا بنتي مين اللي وقع الميه دي؟ انت انا والله. ايه برافو. كابتن عاوزه تطلع لي بقى. بص كده عاوزه تطلع لي استنى كده عاوزه تطلع لي. اعملي دي كده امال انا اروح اكل انت يا قلبي. كوبلا. خلاص اعملي كده. يلا اعملي. والله جديده يا ولاد والله جديده، بس مشكلتها الواد احمد لما قعد عليها ريح العواميد دي والبتاع اللي مش شغال وبوظ العجل. لا ديت عايزه احجرها وبوظ ما العجل. بتنور بس ما بتقدرش تعمل انا صوت. عشان عايزه احجرها. لو عاوز احجرها وصوت لا بس مش النور موجود. عادي بس الصوت بيبقى محتاج حجرها عشان. مش عارف. انا قلت يمكن المكان بتاع السماعه ما اتقطع. لا ما سمير فتحها ما لقاش حاجه. نبويه. ده ايه ده ان شاء الله واحنا قاعدين. بس يا ولاد يلا احنا نكلنا معاكم بالليل اللايف بقى، بالليل اللايف هعمل لكم حاجات حلوه. انا يا سلمى انا. عو. بقت الله سلمى اكبر. صاحيه من الساعه 12 ما نامتش. نامي يلا الساعه 12 بالليل لحد دلوقتي الساعه كام الساعه 4 العصر. الله اكبر. سيليا لما حد يجي يمسكها يعني هي انا شايلها، لما حد يجي يمسكها كلبش فيها كلبشه تمسك في هدومي تروح جايه كده الواد يجي يشيلها مرتين صح؟ انت دي ولا ايه؟ يلا سقف سوسه سقف سوسه. والله فرحانه بيها يا عيني، كان نفسي تبقى شغاله. هي لو الصوت اشتغل هي هتتلهي بيها هتقعد تلعب فيه، بس هي مشكله الطول دي اللي فيها بصوا مشكله. رجليها عامله ازاي، بصوا رجليها طايله ما شاء الله، الارض واقفه على رجليها فده غلط ما ينفعش تعمل كده. هي ممكن لو ضيقت البتاعه ديت اللي هي مش عارف هو شغال بينور، هو دوسي بينور اقعد كده. شيلي الفيشه وحطيها بقى عشان انت كده هنكتي. يلا يا حبايب قلبي ربنا يخليكم لينا ويحرمش منكم يا احلى ناس في الدنيا. قبل ما نختم ندعي لاهلنا واخواتنا ربنا يقويهم وينصرهم امين يا رب العالمين. كل الدول العربيه يا رب تعيش في امان وسلام وربنا يحفظ مصر ويحميها. يلا استنوا فيديو جديد ان شاء الله. يلا يا حبايبي نقوم بقى نشرب كوبايتين شاي كده من ايد احمد زي اللي عملهم لي امبارح شايف انا كده. بقيت اكسل لي موضوع الشاي ده. عمل لي امبارح كوبايتين لا انت اوعى. كده بتتريقي والله العظيم ان انت ما حسيت بنفسي. ده النهارده الجو حر خلى الواحد فرحان. هم اعملهم كده وانت على ما تلم الدنيا دي. نقوم نعمل كوبايتين شاي. بس انا مش عاوز اشرب شاي برضه، هعمل لك شاي انت بس. ليه؟ مش عارف. قاعد على القهوه بقى، ما قعدتش النهارده قاعد خالص. مستني العيال، ما قعدتش النهارده. قاعد على القهوه بقى صلي على المدرسه في قهوة جنب المدرسة. عشان ما ينفعش يعني ايه يروح يوديهم ويرجع. احمد انت مضلم عليا كده ليه؟ يابا انا قعدت كتير في الامتحان راح قاعد على القهوة اللي جنب المدرسة دي. من اول ما تخرجي بص كده جنبك هتلاقي القهوة. فبيقعد على القهوه بقى بيستنى العيال تطلع من المدرسه لان مفيش باص لا دلوقتي. هو بياخد صفر ياسين اللي كان بيودي سلمى المدرسه وبيجي
في تعبان في المستشفى. يلا ربنا يشفي كل مريض. يلا يا حبايب قلبي. انا شفت واد كان بيركب معانا، بس كنت عايزه اروح اقول انت مستر احمد، بس يعني عم احمد لسه بيوديكوا، بس كان معاه ميس عليه فما رضيتش اروح وخمس. بابا بيسأل ايه اللي في ايدك ده؟ مش عارفه حاجه الاحمر اللي هنا. فين. دي من اللي عملت اسمها. يلا يا حبايب قلبي، معلش العينين منفخه وشكلي منفخ، والله لسه صاحيه من النوم. احمد حط المكرونه سخنها، انا يا دوبك غرفت، صحيت غرفت. بنام الصبح والله بعد ما نروح المدرسه بروح نايمه بقى. بص الالبوم بتاعت يلا احلى ناس في الدنيا يا باي.